فجريت لقيته على السرير، فبهزه كده لقيته بيفتح، بيقول لي فيه ايه؟ كنت هاكلك. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم. المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. عادة ورثتها من باباك وورثتها لك، وهل عايزني أورثها لولادي ولا لا؟ والدي الله يرحمه كان دايما مديني حرية ان اعمل اللي انا عايزه، بس ما اغلطش. يعني ما بيحاسبنيش على كل دقيقة انت اتأخرت ليه، لازم تكون الساعة كذا او الساعة كذا. اعتقد ان انا ورثتك العادة ديت، ان انا سايبك براحتك تروح تيجي تعمل اللي انت عايزه، ويا ريت ولادك برضه تديهم الحرية. كده حاجة كان نفسك نعملها مع بعض، بس عمر ما جه الوقت المناسب. أنا أول حاجة جت في بالي كمل الشاشة. أول حاجة جت في بالي دلوقتي رولان جاروس. تنس. يعني إحنا دايما وإحنا صغيرين كان بابا يقعد يقول لي إن إحنا يعني نروح نتفرج على رولان جاروس وبتاع، فالموضوع ده معلم معايا. كنا بتفرج على التنس وأنا صغير خالص، كان بابا يحب التنس، بابا يحب يتفرج على التنس. الموضوع ده لسه في بالي، يعني أنا نفسي نروح نتفرج على شيء جميل انك متذكره يعني. ان شاء الله تقدر تحققه معايا ونسافر باريس نحضر مرة بطولة زي كده ان شاء الله. امتى حسيت انك فخور بيه؟ في كل الاوقات، مش في وقت معين. يعني هو انت انا فخور بيك من اول ما اتولدت. معنى ايه؟ ان انا من اول انت ما اتولدت انا بعتبرك صديق اكتر منك ابن. ففخور بيك في دراستك، دايما رافع راسي يعني زي ما بنقول، متفوق. عمرك ما خدت دروس، بتعتمد على نفسك. يمكن في الثانويه عامه بس لانها عاده. وما انساش طبعا موقفك في الثانويه العامه لما انت عكيت في ماده من المواد في الاخر عشان مجموعك يقل، عشان ما يجيبش كليه هندسه اللي ممكن لو مجموعك عالي ليها يشكل ضغط من الاسره انك لازم تخش هندسه وبتاع، لانك كنت حابب الكليه بتاعتك. ما اعرفش ايه اللي غيرك بعد كده، لكن دايما انا فخور بيك، انك ادبك باخلاقك بعلمك ووفائك ليا ولوالدتك، حنين جدا. دي كلها حاجات يعني بفخر بيها دايما. امتى حسيت انك فخور بيا؟ دايما لما يعني اول ما دخلت الجامعه يعني هو بحس بده في اوقات كتير، بس ساعة اول ما دخلت الجامعه وقابلت كذا حد لقوا اسمي حازم المصطفاوي، فكانوا بيسالوني ايه مصطفى المصطفاوي. بعدين كميه الكلام بقى انا كنت بسمعه، كان استاذنا اتعلمنا منه حاجات، شخصيه محترمه جدا وبنحبه ومش عارف ايه يعني كنت بسمع كلام دايما. يعني لسه امبارح حد من التلامذه بتاعتك كان بيقول لي ان هو انت علمته حاجه ولسه فاكرها لحد دلوقتي، وقال لي على موقف معين، حاجه هو بيعيش بيها في حياته. فدي طبعا حاجه عظيمه، يعني شايفها حاجه عظيمه جدا. نشكرك طبعا، لانه تعليق صغير بس على كلامك، ان من خلال عملي دايما مهنتنا كتدريس او استاذ يعني في مدرسه بتطلع اجيال. فالمكسب الكبير اللي بتاخده ان حد من تلامذتك من 20-30 سنه يكون بره او استاذ جامعه او حاجه ويفتكرك في عيد ميلادك في عيد او بتاع عشان يقول لك كل سنه وانت طيب. هو ده اللي الواحد بيخرج بيه من الدنيا، يعني محبه الناس. امتى اكتر لحظه خفت عليا فيها؟ ياه، ده انت جننتني في اليوم ده. الباشا دخل نام واحنا كلنا بره ونسينا المفاتيح بتاعتنا كلها،
وكنا رايحين نتفق على القاعة بتاعت فرح أختك. خطيب أختك جلال وصلنا وطلعنا. في المفاتيح مفيش. طب حازم فين؟ أكيد جوه. كانت الساعة حوالي 11 بالليل. نضرب جرس الشقة مفيش. موبايلات مفيش. نرزع على الباب مفيش. حوالي ساعة. ايه اللي جرى؟ طب يكون راح فين؟ مفيش لا موبايل ولا اي حاجة. احنا في الدور الاخير، طلعت فوق السطح وقعدت اخبط على المكان ما بينام بخشبة كده على الشباك، ممكن لو حد نايم يصحى. مفيش. لحد ما جبنا حد وكسرنا الباب، باب الشقة. فجريت بسرعة. انا قلت ده مات، مش ممكن واحد بعد ساعة ونص رزق. والجيران اتلموا والعمارة طلعت، كان ناقص يجي الاسم اللي قصادنا كمان ظباط يجوا يخبطوا معانا. فجريت لقيته على السرير، فبهزه كده لقيته بيفتح بيقول لي فيه ايه؟ كنت هاكلك. كنت بكيت يعني، برضو يعني حسيت وقعت في الارض فعلا. انا خفت عليك فعلا جدا جدا في اليوم ده، وكان من اصعب المواقف اللي مرت، ان احساسي ان انا افقدك يعني. بس يا سيدي انا قايم من النوم ساعتها، يا جماعه حد يصحي حد كده، في ايه الخضه دي؟ بتصحوا لي كده ليه؟ لا مش ممكن. في عالم تاني معرفش اللي بيحصل فعلا غريب. ايه احلى ذكرى ليك معايا؟ هو في كتير بس يعني بس حاول تفتكر حاجه يعني. احلى ذكرى. احلى ذكرى، شوف بقى. انا اول حاجه جت في بالي في يوم مش هنساه خالص. فاكر اليوم بتاع لامبتريون؟ وعزمتك على بريل. بريل. اليوم ده كانت ذكرى جميله فعلا. اليوم ده خطير. كنت انت في اعداديه تقريبا؟ اعداديه ونزلنا صح. طب فاكر مين الفريق؟ اكيد يعني التفاصيل، كان البايرن وبتاع. بس اليوم ده دي من المانيا. قعدنا ساعتها نتكلم احنا عن لما انت كنت صغير وكان في حاجات ليها علاقه بالسفر. انت كنت ممكن هتسافر وتروح برضو يا اما المانيا مش فاكر ايه كده. غير ان هو يعني تقريبا كنت صغير، انا ما كناش يعني مش فاكر دي اول مره ولا لا، بس على ما اعتقد دي كانت اول مره نخرج انا وانت مع بعض بس كده، خروجه صحاب بقى يعني. هو مش بابا وابنه من اعداديه يعني. خرجنا انا وانت كده اللي هو تعالى مش عارف نقعد وبتاع. فاليوم ده كان خطير. حسيت ايه اول لحظه شلتني فيها؟ اول لحظه ايه شلتني فيها؟ لما اتولدت يعني. والله شوف، هو انا بكيت في حياتي مرتين، اللي هو بيسموها دموع الفرح يعني. لحظة ميلادك اعتقد كانت 9:15 الصبح لما الممرضة خرجت بيك. كانت الله يرحمها خالتك شايلاك، فاول ما شلتك كده لقيت دموعي بتنهمر يعني. المرة التانية اللي بكيت فيها لما ريهام اختك كانت في الاعدادية وكانت طالعة الثالثة او الرابعة الادارة التعليمية يعني. فطبعا كنت سعيد بيك جدا يعني. دي من الحاجات اللي ما انساهاش ابدا يعني. ايه اكتر لحظة خفت عليا فيها؟ في كذا مرة كنت انت يعني بتطلع فوق السطح تعمل حاجات مش عارف ايه وكده، بحس انك يعني في مرة كده معينة انت كنت قريب قوي من السور، كنت مش فاكر بتعمل ايه، وانت كنت ممكن تقع فيها طبق بتاع دش تقريبا. او كنت بتركب حاجة، كنت ما علينا يعني. بس في مرة كده انت كنت السور ده انت كنت هتقع منه. اليوم ده انا كنت عايز امسكك. يعني اليوم ده كان خطير يعني، كانت حاجة مخيفة بصراحة. الحمد لله. حاجة كان نفسك تقولها لي بس عمر ما جت الفرصة المناسبة. حاجة نفسي اقولها لك بس ما جاتش الفرصة المناسبة. والله انا يعني نفسي اشوفك مستقر في بيت زوجية يعني.
بس مش عارف، انا مش بتاعتي دي. يعني هي دي بتاعتك انت، لكن طبعا اي اب بيتمنى لابنه الاستقرار وابنه في بنت الحلال ويتجوز طبعا. دي حاجه فعلا. مش حكايه فرصه المناسبه، لكن انا سايب لك انت الموضوع ان حاجه تخصك انت، لكن من جوايا انا اتمناها في اقرب وقت يعني. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك عايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. ونشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد.